فمن قصص القرآن الكريم قصة أصحاب السبت. قال الله سبحانه وتعالى: واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين. وفي آيات أخرى يقول الله في سورة البقرة: ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين. فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين. وقال الله في سورة النساء: أو نلعنهم كما لعنا أصحاب السبت وكان أمر العبر التي تؤخذ من هذه القصة. قال الله عز وجل: واسألهم عن القرية. واسألهم عن القرية يا محمد، اسأل اليهود الذين معك في المدينة، هم أدرى بأنفسهم وبحالهم. اسألهم فهم يدرون ماذا حصل لأجدادهم. واسألهم عن القرية، هؤلاء اليهود يعرفون تاريخهم جيدا، هؤلاء اليهود من الملمين والمطلعين بما حصل لهم عبر التاريخ. اسألهم عن هذه القرية. والسؤال هنا ليس للاستفهام والاستعلام والاستفادة، فإن النبي عليه الصلاة والسلام عنده من ربه ما يغنيه عن اليهود ومصادر اليهود ومعلومات اليهود. لكن المقصود اسألهم سؤال توبيخ وتقريع لهم، اسألهم ماذا حصل لأجدادهم لكي تعظهم بما يمكن أن يحصل لهم ولمن سار على طريقهم. عن تلك القرية لم يحدد لنا مكان القرية، هل هي كانت من بحر قلزم بحر الأحمر، هل كانت بين مدين والطور، هل كانت قريبة من ذلك المكان أو بعيدة، الله أعلم. إنما هي قرية من القرى لم يصدر عن بني إسرائيل. فمن قصص القرآن الكريم قصة أصحاب السبت. قال الله سبحانه وتعالى: واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين. وفي آيات أخرى يقول الله في سورة البقرة: ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين. فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين. وقال الله في سورة النساء: أو نلعنهم كما لعنا أصحاب السبت وكان أمر العبر التي تؤخذ من هذه القصة. قال الله عز وجل: واسألهم عن القرية. واسألهم عن القرية يا محمد، اسأل اليهود الذين معك في المدينة، هم أدرى بأنفسهم وبحالهم. اسألهم فهم يدرون ماذا حصل لأجدادهم. واسألهم عن القرية، هؤلاء اليهود يعرفون تاريخهم جيدا، هؤلاء اليهود من الملمين والمطلعين بما حصل لهم عبر التاريخ. اسألهم عن هذه القرية. والسؤال هنا ليس للاستفهام والاستعلام والاستفادة، فإن النبي عليه الصلاة والسلام عنده من ربه ما يغنيه عن اليهود ومصادر اليهود ومعلومات اليهود. لكن المقصود اسألهم سؤال توبيخ وتقريع لهم، اسألهم ماذا حصل لأجدادهم لكي تعظهم بما يمكن أن يحصل لهم ولمن سار على طريقهم.
عن تلك القرية لم يحدد لنا مكان القرية، هل هي كانت من بحر قلزم بحر الأحمر، هل كانت بين مدين والطور، هل كانت قريبة من ذلك المكان أو بعيدة، الله أعلم، إنما هي قرية من القرى لم يصدر عن بني إسرائيل. فمن قصص القرآن الكريم قصة أصحاب السبت. قال الله سبحانه وتعالى: واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين. وفي آيات أخرى يقول الله في سورة البقرة: ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين. فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين. وقال الله في سورة النساء: أو نلعنهم كما لعنا أصحاب السبت وكان أمر العبر التي تؤخذ من هذه القصة. قال الله عز وجل: واسألهم عن القرية. واسألهم عن القرية يا محمد، اسأل اليهود الذين معك في المدينة، هم أدرى بأنفسهم وبحالهم. اسألهم فهم يدرون ماذا حصل لأجدادهم. واسألهم عن القرية، هؤلاء اليهود يعرفون تاريخهم جيدا، هؤلاء اليهود من الملمين والمطلعين بما حصل لهم عبر التاريخ. اسألهم عن هذه القرية. والسؤال هنا ليس للاستفهام والاستعلام والاستفادة، فإن النبي عليه الصلاة والسلام عنده من ربه ما يغنيه عن اليهود ومصادر اليهود ومعلومات اليهود، لكن المقصود اسألهم سؤال توبيخ وتقريع لهم. اسألهم ماذا حصل لأجدادهم لكي تعظهم بما يمكن أن يحصل لهم ولمن سار على طريقهم. عن تلك القرية لم يحدد لنا مكان القرية، هل هي كانت من بحر قلزم بحر الأحمر، هل كانت بين مدين والطور، هل كانت قريبة من ذلك المكان أو بعيدة، الله أعلم، إنما هي قرية من القرى لم يصدر عن بني إسرائيل. فمن قصص القرآن الكريم قصة أصحاب السبت. قال الله سبحانه وتعالى: واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين. وفي آيات أخرى يقول الله في سورة البقرة: ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين. فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين. وقال الله في سورة النساء: أو نلعنهم كما لعنا أصحاب السبت وكان أمر العبر التي تؤخذ من هذه القصة. قال الله عز وجل: واسألهم عن القرية. واسألهم عن القرية يا محمد، اسأل اليهود الذين معك في المدينة، هم أدرى بأنفسهم وبحالهم. اسألهم فهم يدرون ماذا حصل لأجدادهم. واسألهم عن القرية، هؤلاء اليهود يعرفون تاريخهم جيدا، هؤلاء اليهود من الملمين والمطلعين بما حصل لهم عبر التاريخ. اسألهم عن هذه القرية. والسؤال هنا ليس للاستفهام والاستعلام والاستفادة، فإن النبي عليه الصلاة والسلام عنده من ربه ما يغنيه عن اليهود ومصادر اليهود ومعلومات اليهود، لكن المقصود اسألهم سؤال توبيخ وتقريع لهم. اسألهم ماذا حصل لأجدادهم لكي تعظهم بما يمكن أن يحصل لهم ولمن سار على طريقهم.
عن تلك القرية لم يحدد لنا مكان القرية، هل هي كانت من بحر قلزم بحر الأحمر، هل كانت بين مدين والطور، هل كانت قريبة من ذلك المكان أو بعيدة، الله أعلم، إنما هي قرية من القرى لم يصدر عن بني إسرائيل. فمن قصص القرآن الكريم قصة أصحاب السبت. قال الله سبحانه وتعالى: واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين. وفي آيات أخرى يقول الله في سورة البقرة: ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين. فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين. وقال الله في سورة النساء: أو نلعنهم كما لعنا أصحاب السبت وكان أمر العبر التي تؤخذ من هذه القصة. قال الله عز وجل: واسألهم عن القرية. واسألهم عن القرية يا محمد، اسأل اليهود الذين معك في المدينة، هم أدرى بأنفسهم وبحالهم. اسألهم فهم يدرون ماذا حصل لأجدادهم. واسألهم عن القرية، هؤلاء اليهود يعرفون تاريخهم جيدا، هؤلاء اليهود من الملمين والمطلعين بما حصل لهم عبر التاريخ. اسألهم عن هذه القرية. والسؤال هنا ليس للاستفهام والاستعلام والاستفادة، فإن النبي عليه الصلاة والسلام عنده من ربه ما يغنيه عن اليهود ومصادر اليهود ومعلومات اليهود، لكن المقصود اسألهم سؤال توبيخ وتقريع لهم. اسألهم ماذا حصل لأجدادهم لكي تعظهم لما يمكن أن يحصل لهم ولمن سار على طريقهم. عن تلك القرية لم يحدد لنا مكان القرية، هل هي كانت من بحر قلزم بحر الأحمر، هل كانت بين مدين والطور، هل كانت قريبة من ذلك المكان أو بعيدة، الله أعلم، إنما هي قرية من القرى لم يصدر عن بني إسرائيل. فمن قصص القرآن الكريم قصة أصحاب السبت. قال الله سبحانه وتعالى: واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين. وفي آيات أخرى يقول الله في سورة البقرة: ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين. فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين. وقال الله في سورة النساء: أو نلعنهم كما لعنا أصحاب السبت وكان أمر العبر التي تؤخذ من هذه القصة. قال الله عز وجل: واسألهم عن القرية. واسألهم عن القرية يا محمد، اسأل اليهود الذين معك في المدينة، هم أدرى بأنفسهم وبحالهم. اسألهم فهم يدرون ماذا حصل لأجدادهم. واسألهم عن القرية، هؤلاء اليهود يعرفون تاريخهم جيدا، هؤلاء اليهود من الملمين والمطلعين بما حصل لهم عبر التاريخ. اسألهم عن هذه القرية. والسؤال هنا ليس للاستفهام والاستعلام والاستفادة، فإن النبي عليه الصلاة والسلام عنده من ربه ما يغنيه عن اليهود ومصادر اليهود ومعلومات اليهود، لكن المقصود اسألهم سؤال توبيخ وتقريع لهم. اسألهم ماذا حصل لأجدادهم لكي تعظهم لما يمكن أن يحصل لهم ولمن سار على طريقهم.
عن تلك القرية لم يحدد لنا مكان القرية، هل هي كانت من بحر قلزم بحر الأحمر، هل كانت بين مدين والطور، هل كانت قريبة من ذلك المكان أو بعيدة، الله أعلم، إنما هي قرية من القرى لم يصدر عن بني إسرائيل. فمن قصص القرآن الكريم قصة أصحاب السبت. قال الله سبحانه وتعالى: واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين. وفي آيات أخرى يقول الله في سورة البقرة: ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين. فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين. وقال الله في سورة النساء: أو نلعنهم كما لعنا أصحاب السبت وكان أمر العبر التي تؤخذ من هذه القصة. قال الله عز وجل: واسألهم عن القرية. واسألهم عن القرية يا محمد، اسأل اليهود الذين معك في المدينة، هم أدرى بأنفسهم وبحالهم. اسألهم فهم يدرون ماذا حصل لأجدادهم. واسألهم عن القرية، هؤلاء اليهود يعرفون تاريخهم جيدا، هؤلاء اليهود من الملمين والمطلعين بما حصل لهم عبر التاريخ. اسألهم عن هذه القرية. والسؤال هنا ليس للاستفهام والاستعلام والاستفادة، فإن النبي عليه الصلاة والسلام عنده من ربه ما يغنيه عن اليهود ومصادر اليهود ومعلومات اليهود، لكن المقصود اسألهم سؤال توبيخ وتقريع لهم. اسألهم ماذا حصل لأجدادهم لكي تعظهم بما يمكن أن يحصل لهم ولمن سار على طريقهم. عن تلك القرية لم يحدد لنا مكان القرية، هل هي كانت من بحر قلزم بحر الأحمر، هل كانت بين مدين والطور، هل كانت قريبة من ذلك المكان أو بعيدة، الله أعلم، إنما هي قرية من القرى لم يصدر عن بني إسرائيل. فمن قصص القرآن الكريم قصة أصحاب السبت. قال الله سبحانه وتعالى: واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين. وفي آيات أخرى يقول الله في سورة البقرة: ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين. فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين. وقال الله في سورة النساء: أو نلعنهم كما لعنا أصحاب السبت وكان أمر العبر التي تؤخذ من هذه القصة. قال الله عز وجل: واسألهم عن القرية. واسألهم عن القرية يا محمد، اسأل اليهود الذين معك في المدينة، هم أدرى بأنفسهم وبحالهم. اسألهم فهم يدرون ماذا حصل لأجدادهم. واسألهم عن القرية، هؤلاء اليهود يعرفون تاريخهم جيدا، هؤلاء اليهود من الملمين والمطلعين بما حصل لهم عبر التاريخ. اسألهم عن هذه القرية. والسؤال هنا ليس للاستفهام والاستعلام والاستفادة، فإن النبي عليه الصلاة والسلام عنده من ربه ما يغنيه عن اليهود ومصادر اليهود ومعلومات اليهود، لكن المقصود اسألهم سؤال توبيخ وتقريع لهم. اسألهم ماذا حصل لأجدادهم لكي تعظهم بما يمكن أن يحصل لهم ولمن سار على طريقهم.
عن تلك القرية لم يحدد لنا مكان القرية، هل هي كانت من بحر قلزم بحر الأحمر، هل كانت بين مدين والطور، هل كانت قريبة من ذلك المكان أو بعيدة، الله أعلم، إنما هي قرية من القرى لم يصدر عن بني إسرائيل. فمن قصص القرآن الكريم قصة أصحاب السبت. قال الله سبحانه وتعالى: واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين. وفي آيات أخرى يقول الله في سورة البقرة: ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين. فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين. وقال الله في سورة النساء: أو نلعنهم كما لعنا أصحاب السبت وكان أمر العبر التي تؤخذ من هذه القصة. قال الله عز وجل: واسألهم عن القرية. واسألهم عن القرية يا محمد، اسأل اليهود الذين معك في المدينة، هم أدرى بأنفسهم وبحالهم. اسألهم فهم يدرون ماذا حصل لأجدادهم. واسألهم عن القرية، هؤلاء اليهود يعرفون تاريخهم جيدا، هؤلاء اليهود من الملمين والمطلعين بما حصل لهم عبر التاريخ. اسألهم عن هذه القرية. والسؤال هنا ليس للاستفهام والاستعلام والاستفادة، فإن النبي عليه الصلاة والسلام عنده من ربه ما يغنيه عن اليهود ومصادر اليهود ومعلومات اليهود، لكن المقصود اسألهم سؤال توبيخ وتقريع لهم. اسألهم ماذا حصل لأجدادهم لكي تعظهم بما يمكن أن يحصل لهم ولمن سار على طريقهم. عن تلك القرية لم يحدد لنا مكان القرية، هل هي كانت من بحر قلزم بحر الأحمر، هل كانت بين مدين والطور، هل كانت قريبة من ذلك المكان أو بعيدة، الله أعلم، إنما هي قرية من القرى لم يصدر عن بني إسرائيل. فمن قصص القرآن الكريم قصة أصحاب السبت. قال الله سبحانه وتعالى: واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين. وفي آيات أخرى يقول الله في سورة البقرة: ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين. فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين. وقال الله في سورة النساء: أو نلعنهم كما لعنا أصحاب السبت وكان أمر العبر التي تؤخذ من هذه القصة. قال الله عز وجل: واسألهم عن القرية. واسألهم عن القرية يا محمد، اسأل اليهود الذين معك في المدينة، هم أدرى بأنفسهم وبحالهم. اسألهم فهم يدرون ماذا حصل لأجدادهم. واسألهم عن القرية، هؤلاء اليهود يعرفون تاريخهم جيدا، هؤلاء اليهود من الملمين والمطلعين بما حصل لهم عبر التاريخ. اسألهم عن هذه القرية. والسؤال هنا ليس للاستفهام والاستعلام والاستفادة، فإن النبي عليه الصلاة والسلام عنده من ربه ما يغنيه عن اليهود ومصادر اليهود ومعلومات اليهود، لكن المقصود اسألهم سؤال توبيخ وتقريع لهم. اسألهم ماذا حصل لأجدادهم لكي تعظهم بما يمكن أن يحصل لهم ولمن سار على طريقهم.
عن تلك القرية لم يحدد لنا مكان القرية، هل هي كانت من بحر قلزم بحر الأحمر، هل كانت بين مدين والطور، هل كانت قريبة من ذلك المكان أو بعيدة، الله أعلم، إنما هي قرية من القرى لم يصدر عن بني إسرائيل. فمن قصص القرآن الكريم قصة أصحاب السبت. قال الله سبحانه وتعالى: واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين. وفي آيات أخرى يقول الله في سورة البقرة: ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين. فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين. وقال الله في سورة النساء: أو نلعنهم كما لعنا أصحاب السبت وكان أمر العبر التي تؤخذ من هذه القصة. قال الله عز وجل: واسألهم عن القرية. واسألهم عن القرية يا محمد، اسأل اليهود الذين معك في المدينة، هم أدرى بأنفسهم وبحالهم. اسألهم فهم يدرون ماذا حصل لأجدادهم. واسألهم عن القرية، هؤلاء اليهود يعرفون تاريخهم جيدا، هؤلاء اليهود من الملمين والمطلعين بما حصل لهم عبر التاريخ. اسألهم عن هذه القرية. والسؤال هنا ليس للاستفهام والاستعلام والاستفادة، فإن النبي عليه الصلاة والسلام عنده من ربه ما يغنيه عن اليهود ومصادر اليهود ومعلومات اليهود، لكن المقصود اسألهم سؤال توبيخ وتقريع لهم. اسألهم ماذا حصل لأجدادهم لكي تعظهم بما يمكن أن يحصل لهم ولمن سار على طريقهم. عن تلك القرية لم يحدد لنا مكان القرية، هل هي كانت من بحر قلزم بحر الأحمر، هل كانت بين مدين والطور، هل كانت قريبة من ذلك المكان أو بعيدة، الله أعلم، إنما هي قرية من القرى لم يصدر عن بني إسرائيل. فمن قصص القرآن الكريم قصة أصحاب السبت. قال الله سبحانه وتعالى: واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين. وفي آيات أخرى يقول الله في سورة البقرة: ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين. فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين. وقال الله في سورة النساء: أو نلعنهم كما لعنا أصحاب السبت وكان أمر العبر التي تؤخذ من هذه القصة. قال الله عز وجل: واسألهم عن القرية. واسألهم عن القرية يا محمد، اسأل اليهود الذين معك في المدينة، هم أدرى بأنفسهم وبحالهم. اسألهم فهم يدرون ماذا حصل لأجدادهم. واسألهم عن القرية، هؤلاء اليهود يعرفون تاريخهم جيدا، هؤلاء اليهود من الملمين والمطلعين بما حصل لهم عبر التاريخ. اسألهم عن هذه القرية. والسؤال هنا ليس للاستفهام والاستعلام والاستفادة، فإن النبي عليه الصلاة والسلام عنده من ربه ما يغنيه عن اليهود ومصادر اليهود ومعلومات اليهود، لكن المقصود اسألهم سؤال توبيخ وتقريع لهم. اسألهم ماذا حصل لأجدادهم لكي تعظهم بما يمكن أن يحصل لهم ولمن سار على طريقهم.
عن تلك القرية لم يحدد لنا مكان القرية، هل هي كانت من بحر قلزم بحر الأحمر، هل كانت بين مدين والطور، هل كانت قريبة من ذلك المكان أو بعيدة، الله أعلم، إنما هي قرية من القرى لم يصدر عن بني إسرائيل. فمن قصص القرآن الكريم قصة أصحاب السبت. قال الله سبحانه وتعالى: واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين. وفي آيات أخرى يقول الله في سورة البقرة: ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين. فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين. وقال الله في سورة النساء: أو نلعنهم كما لعنا أصحاب السبت وكان أمر العبر التي تؤخذ من هذه القصة. قال الله عز وجل: واسألهم عن القرية. واسألهم عن القرية يا محمد، اسأل اليهود الذين معك في المدينة، هم أدرى بأنفسهم وبحالهم. اسألهم فهم يدرون ماذا حصل لأجدادهم. واسألهم عن القرية، هؤلاء اليهود يعرفون تاريخهم جيدا، هؤلاء اليهود من الملمين والمطلعين بما حصل لهم عبر التاريخ. اسألهم عن هذه القرية، والسؤال هنا ليس للاستفهام والاستعلام والاستفادة، فإن النبي عليه الصلاة والسلام عنده من ربه ما يغنيه عن اليهود ومصادر اليهود ومعلومات اليهود، لكن المقصود اسألهم سؤال توبيخ وتقريع لهم. اسألهم ماذا حصل لأجدادهم لكي تعظهم بما يمكن أن يحصل لهم ولمن سار على طريقهم. عن تلك القرية لم يحدد لنا مكان القرية، هل هي كانت من بحر قلزم بحر الأحمر، هل كانت بين مدين والطور، هل كانت قريبة من ذلك المكان أو بعيدة، الله أعلم، إنما هي قرية من القرى لم يصدر عن بني إسرائيل. فمن قصص القرآن الكريم قصة أصحاب السبت. قال الله سبحانه وتعالى: واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين. وفي آيات أخرى يقول الله في سورة البقرة: ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين. فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين. وقال الله في سورة النساء: أو نلعنهم كما لعنا أصحاب السبت وكان أمر العبر التي تؤخذ من هذه القصة. قال الله عز وجل: واسألهم عن القرية. واسألهم عن القرية يا محمد، اسأل اليهود الذين معك في المدينة، هم أدرى بأنفسهم وبحالهم. اسألهم فهم يدرون ماذا حصل لأجدادهم. واسألهم عن القرية، هؤلاء اليهود يعرفون تاريخهم جيدا، هؤلاء اليهود من الملمين والمطلعين بما حصل لهم عبر التاريخ. اسألهم عن هذه القرية، والسؤال هنا ليس للاستفهام والاستعلام والاستفادة، فإن النبي عليه الصلاة والسلام عنده من ربه ما يغنيه عن اليهود ومصادر اليهود ومعلومات اليهود، لكن المقصود اسألهم سؤال توبيخ وتقريع لهم. اسألهم ماذا حصل لأجدادهم لكي تعظهم بما يمكن أن يحصل لهم ولمن سار على طريقهم.
عن تلك القرية لم يحدد لنا مكان القرية، هل هي كانت من بحر قلزم بحر الأحمر، هل كانت بين مدين والطور، هل كانت قريبة من ذلك المكان أو بعيدة، الله أعلم، إنما هي قرية من القرى لم يصدر عن بني إسرائيل. فمن قصص القرآن الكريم قصة أصحاب السبت. قال الله سبحانه وتعالى: واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين. وفي آيات أخرى يقول الله في سورة البقرة: ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين. فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين. وقال الله في سورة النساء: أو نلعنهم كما لعنا أصحاب السبت وكان أمر العبر التي تؤخذ من هذه القصة. قال الله عز وجل: واسألهم عن القرية. واسألهم عن القرية يا محمد، اسأل اليهود الذين معك في المدينة، هم أدرى بأنفسهم وبحالهم. اسألهم فهم يدرون ماذا حصل لأجدادهم. واسألهم عن القرية، هؤلاء اليهود يعرفون تاريخهم جيدا، هؤلاء اليهود من الملمين والمطلعين بما حصل لهم عبر التاريخ. اسألهم عن هذه القرية. والسؤال هنا ليس للاستفهام والاستعلام والاستفادة، فإن النبي عليه الصلاة والسلام عنده من ربه ما يغنيه عن اليهود ومصادر اليهود ومعلومات اليهود، لكن المقصود اسألهم سؤال توبيخ وتقريع لهم. اسألهم ماذا حصل لأجدادهم لكي تعظهم لما يمكن أن يحصل لهم ولمن سار على طريقهم. عن تلك القرية لم يحدد لنا مكان القرية، هل هي كانت من بحر قلزم بحر الأحمر، هل كانت بين مدين والطور، هل كانت قريبة من ذلك المكان أو بعيدة، الله أعلم، إنما هي قرية من القرى لم يصدر عن بني إسرائيل. فمن قصص القرآن الكريم قصة أصحاب السبت. قال الله سبحانه وتعالى: واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين. وفي آيات أخرى يقول الله في سورة البقرة: ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين. فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين. وقال الله في سورة النساء: أو نلعنهم كما لعنا أصحاب السبت وكان أمر العبر التي تؤخذ من هذه القصة. قال الله عز وجل: واسألهم عن القرية. واسألهم عن القرية يا محمد، اسأل اليهود الذين معك في المدينة، هم أدرى بأنفسهم وبحالهم. اسألهم فهم يدرون ماذا حصل لأجدادهم. واسألهم عن القرية، هؤلاء اليهود يعرفون تاريخهم جيدا، هؤلاء اليهود من الملمين والمطلعين بما حصل لهم عبر التاريخ. اسألهم عن هذه القرية. والسؤال هنا ليس للاستفهام والاستعلام والاستفادة، فإن النبي عليه الصلاة والسلام عنده من ربه ما يغنيه عن اليهود ومصادر اليهود ومعلومات اليهود، لكن المقصود اسألهم سؤال توبيخ وتقريع لهم. اسألهم ماذا حصل لأجدادهم لكي تعظهم لما يمكن أن يحصل لهم ولمن سار على طريقهم.
عن تلك القرية لم يحدد لنا مكان القرية، هل هي كانت من بحر قلزم بحر الأحمر، هل كانت بين مدين والطور، هل كانت قريبة من ذلك المكان أو بعيدة، الله أعلم، إنما هي قرية من القرى لم يصدر عن بني إسرائيل. فمن قصص القرآن الكريم قصة أصحاب السبت. قال الله سبحانه وتعالى: واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين. وفي آيات أخرى يقول الله في سورة البقرة: ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين. فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين. وقال الله في سورة النساء: أو نلعنهم كما لعنا أصحاب السبت وكان أمر العبر التي تؤخذ من هذه القصة. قال الله عز وجل: واسألهم عن القرية. واسألهم عن القرية يا محمد، اسأل اليهود الذين معك في المدينة، هم أدرى بأنفسهم وبحالهم. اسألهم فهم يدرون ماذا حصل لأجدادهم. واسألهم عن القرية، هؤلاء اليهود يعرفون تاريخهم جيدا، هؤلاء اليهود من الملمين والمطلعين بما حصل لهم عبر التاريخ. اسألهم عن هذه القرية. والسؤال هنا ليس للاستفهام والاستعلام والاستفادة، فإن النبي عليه الصلاة والسلام عنده من ربه ما يغنيه عن اليهود ومصادر اليهود ومعلومات اليهود، لكن المقصود اسألهم سؤال توبيخ وتقريع لهم. اسألهم ماذا حصل لأجدادهم لكي تعظهم بما يمكن أن يحصل لهم ولمن سار على طريقهم. عن تلك القرية لم يحدد لنا مكان القرية، هل هي كانت من بحر قلزم بحر الأحمر، هل كانت بين مدين والطور، هل كانت قريبة من ذلك المكان أو بعيدة، الله أعلم، إنما هي قرية من القرى لم يصدر عن بني إسرائيل. فمن قصص القرآن الكريم قصة أصحاب السبت. قال الله سبحانه وتعالى: واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين. وفي آيات أخرى يقول الله في سورة البقرة: ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين. فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين. وقال الله في سورة النساء: أو نلعنهم كما لعنا أصحاب السبت وكان أمر العبر التي تؤخذ من هذه القصة. قال الله عز وجل: واسألهم عن القرية. واسألهم عن القرية يا محمد، اسأل اليهود الذين معك في المدينة، هم أدرى بأنفسهم وبحالهم. اسألهم فهم يدرون ماذا حصل لأجدادهم. واسألهم عن القرية، هؤلاء اليهود يعرفون تاريخهم جيدا، هؤلاء اليهود من الملمين والمطلعين بما حصل لهم عبر التاريخ. اسألهم عن هذه القرية. والسؤال هنا ليس للاستفهام والاستعلام والاستفادة، فإن النبي عليه الصلاة والسلام عنده من ربه ما يغنيه عن اليهود ومصادر اليهود ومعلومات اليهود، لكن المقصود اسألهم سؤال توبيخ وتقريع لهم. اسألهم ماذا حصل لأجدادهم لكي تعظهم بما يمكن أن يحصل لهم ولمن سار على طريقهم.
عن تلك القرية لم يحدد لنا مكان القرية، هل هي كانت من بحر قلزم بحر الأحمر، هل كانت بين مدين والطور، هل كانت قريبة من ذلك المكان أو بعيدة، الله أعلم، إنما هي قرية من القرى لم يصدر عن بني إسرائيل. فمن قصص القرآن الكريم قصة أصحاب السبت. قال الله سبحانه وتعالى: واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين. وفي آيات أخرى يقول الله في سورة البقرة: ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين. فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين. وقال الله في سورة النساء: أو نلعنهم كما لعنا أصحاب السبت وكان أمر العبر التي تؤخذ من هذه القصة. قال الله عز وجل: واسألهم عن القرية. واسألهم عن القرية يا محمد، اسأل اليهود الذين معك في المدينة، هم أدرى بأنفسهم وبحالهم. اسألهم فهم يدرون ماذا حصل لأجدادهم. واسألهم عن القرية، هؤلاء اليهود يعرفون تاريخهم جيدا، هؤلاء اليهود من الملمين والمطلعين بما حصل لهم عبر التاريخ. اسألهم عن هذه القرية. والسؤال هنا ليس للاستفهام والاستعلام والاستفادة، فإن النبي عليه الصلاة والسلام عنده من ربه ما يغنيه عن اليهود ومصادر اليهود ومعلومات اليهود، لكن المقصود اسألهم سؤال توبيخ وتقريع لهم. اسألهم ماذا حصل لأجدادهم لكي تعظهم بما يمكن أن يحصل لهم ولمن سار على طريقهم. عن تلك القرية لم يحدد لنا مكان القرية، هل هي كانت من بحر قلزم بحر الأحمر، هل كانت بين مدين والطور، هل كانت قريبة من ذلك المكان أو بعيدة، الله أعلم، إنما هي قرية من القرى لم يصدر عن بني إسرائيل. فمن قصص القرآن الكريم قصة أصحاب السبت. قال الله سبحانه وتعالى: واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين. وفي آيات أخرى يقول الله في سورة البقرة: ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين. فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين. وقال الله في سورة النساء: أو نلعنهم كما لعنا أصحاب السبت وكان أمر العبر التي تؤخذ من هذه القصة. قال الله عز وجل: واسألهم عن القرية. واسألهم عن القرية يا محمد، اسأل اليهود الذين معك في المدينة، هم أدرى بأنفسهم وبحالهم. اسألهم فهم يدرون ماذا حصل لأجدادهم. واسألهم عن القرية، هؤلاء اليهود يعرفون تاريخهم جيدا، هؤلاء اليهود من الملمين والمطلعين بما حصل لهم عبر التاريخ. اسألهم عن هذه القرية. والسؤال هنا ليس للاستفهام والاستعلام والاستفادة، فإن النبي عليه الصلاة والسلام عنده من ربه ما يغنيه عن اليهود ومصادر اليهود ومعلومات اليهود، لكن المقصود اسألهم سؤال توبيخ وتقريع لهم. اسألهم ماذا حصل لأجدادهم لكي تعظهم بما يمكن أن يحصل لهم ولمن سار على طريقهم.
عن تلك القرية لم يحدد لنا مكان القرية، هل هي كانت من بحر قلزم بحر الأحمر، هل كانت بين مدين والطور، هل كانت قريبة من ذلك المكان أو بعيدة، الله أعلم، إنما هي قرية من القرى لم يصدر عن بني إسرائيل. فمن قصص القرآن الكريم قصة أصحاب السبت. قال الله سبحانه وتعالى: واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم